السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهوات وأكلات مطبخي. اليوم إن شاء الله نشارك معكم طريقتي في تحضير السردين المقلي. كيجي لذيذ ورائع، ما شاربش الزيت نهائيا وكيجي مقرمش من على برا. نتمنى إن شاء الله تتبعوا معايا لا فيديو. نبداو على بركة الله. أول حاجة هنا بالنسبة للسردين خديت كيلو ديال السردين، نقيته مزيان كيف كتلاحظوا. هنا خديت نحضر ليه الشرموله ديالو، درت شويه د الملحه، الابزار، القزبور مطحون، البابريكا او التحميره، غنضيف ليها الكركم او خرقوم بلدي، وغنضيف كذلك الكمون. غنخلط هاد العناصر ها هي. غنضيف واحد جوج فصوص ديال الثوم يكونوا كبارين، غادي نعصرهم فوق منهم. نخلط الكل ونبدا كنضيف الخل. تقريبا هنا غنضيف واحد نص كاس ديال الخل، وهنا كنخلط حتى كنتحصل على واحد الخليط اللي هو متجانس. غناخد هداك السردين ديالي ونبدا كنوضع فيه هاد الشرموله من الداخل وحتى من على برا بهاد الطريقه. راه كيجي زوين هاد السردين هذا، وكيجي المذاق ديالو مغاير للسردين العادي. بعد ما غنكمل ان شاء الله غادا نغلفو بواحد الفيلم اليمونتير ونخليه في الثلاجه تقريبا واحد ساعه المكانه حتى كيتشرب مزيان هذيك الشرموله. وغندوز نوجد ليه الخلطه اللي غادي يطيب فيها. هنا وضعت بيضه مليحه، غنضيف كذلك واحد جوج معالق صغار ديال التحميره او البابريكا، ضروري كدوزوهم في الصفايه باش ما يتكوروش ليكم. وغنضيف كاس صغير ديال الدقيق بالتدريج، وانا كنخلط. من بعد ضفت واحد كاس لاروب ديال الماء حتى هو بالتدريج، وفي نفس الوقت كنخلط حتى كنتحصل على واحد الخليط اللي هو متجانس والقوام ديالو كي كتلاحظوا على الشكل هذا. من بعد غنضيف واحد المعلقه كبيره عامره ديال المعدنوس مفروم رقيق، كتحاولوا تفرموه رقيق مزيان صافي. وغندوز ان شاء الله باش نكمل التحضير ديال السردين. هنا خديت الدقيق، ضفت ليه شويه ديال التحميره، غادا نغربلها حتى هي، نخلطها مع الدقيق حتى كنتحصل على واحد الخليط ديال الدقيق والتحميره، كتعطي واحد المذاق زوين لهاد الدقيق هذا. وغناخد السردين اللي خليته تقريبا واحد ساعه المكانه في الثلاجه صافي، وغندوز باش نقادو ان شاء الله. كناخد كل قطعه بوحدها كنوضعها في الدقيق، كنحاول نوضعها مزيان في الدقيق تتلبس مزيان، وكنحيد من هذاك الفائض ديال الدقيق، وغادي ندوزها في الخليط اللي حضرت بهذه الطريقه، ونرجعها مره اخرى للدقيق بهذا الشكل هذا. نخليها تلبس مزيان صافي، وكنعاود نصوصها تاني ونوضعها في واحد كتوضعها في شي صحن اخر صافي. وبنفس الطريقه غنستمر كنوضع الشرائح ديال السردين في الدقيق ونعاود ندوزهم في الخليط ديال البيض. من بعد كنعاود نرجعهم للدقيق مره اخرى، دائما كتصوصوا الفائض ديال الدقيق. وكندير الزيت ديالي كتسخن مزيان، كنوضع فيها السردين، كنقص عليها، كنخلي النار متوسطه، وكنقلي هاد السردين ديالي صافي بهاد الطريقه هذه المعتاده كيف كنقليو الحوت. غير كيبدا يشد راسو كنعاودو نقلبوه، وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل كاع السردين اللي عندي. وكنتحصل على سردين مقرمش بهذا الشكل هذا، كيجي لذيذ صراحه
وما شاربش الزيت نهائيا، وكيجي مقرمش من على برا، المذاق ديالو روعه. نتمنىكم ان شاء الله تحضروا بهذه الطريقه هذه. وإلى عجبتكم لا فيديو خليوا لي لايك، وإلى الملتقى إن شاء الله تعالى.